السلام عليكم. عايز اتكلم معاكم في نقطه بمنتهى الصراحه. اتكلمنا عن المطوشه اللي فاتت، ماتش الزمالك وماتش بيراميدز وماتش الاهلي وقلنا كوره واتكلمنا كوره وقلنا اللي في قلبنا. بس أنا النهارده عايز اتكلم معاكم حاجه بره الكوره خالص، ملهاش علاقه بالكوره. اللي حصل مع احمد سيد زيزو في مباراه الزمالك الاخيره ملوش علاقه بالكوره. انك تمسك لاعب مشي من عندك او راح لبس تيشيرت فريق تاني فتخوض في عرضه وتشتمه باهل بيته، دي مش كوره. انا بتكلم على البعض اللي عمل كده. جماهير نادي الزمالك صحابي، كلنا لينا اصحاب زملكاويه، اهلاويه، اصحاب الزملكاويه، احنا كلنا واحد. بس اللي عمل كده، طب يا عم انت حاسبها كوره؟ طب يا عم ده ربنا موجود، ربنا موجود. هتقف يوم القيامه كده قدامه، قدام احمد سيد زيزو اللي انت قاعد تذكر اهل بيته بكلام ما ينفعش يتقال، مش كوره. هتقف قدام ربنا. انا مش ملاك، كلنا بنغلط، كلنا بنغلط. بس وجبت النصيحه يا جماعه، الكوره حلوه وبنحفل على بعض ونضحك مع بعض ونهزر مع بعض، بلاش ندخل الامور دي، بلاش نفسد الجو اللي احنا بنحبه. الزعل بتاع الكوره حلو، والفرحه جميله، كل حاجه في الكوره ليها طعم، مش عايزين نبوظها.